بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دوس لايك واشترك في القناة وما تنسوش الشير وابعتولي أحلامكم زائد الحالة الاجتماعية. ومعانا حلم من أم كاظم متزوجة. حلمت إني بحضر كسكس مغربي وطلع شكله حلو وطعمه لذيذ، وجلست آكل منه أنا وزوجي وأولادي وكنا مبسوطين. تفسير الحلم: يدل المنام على حدوث مناسبة زواج لأحد أبنائك، كما يدل المنام على سماع أخبار سارة والله أعلم. ومعانا حلم من فاطمة عزباء. حلمت إن الشيخ محمد حسان أعطاني 3 ورقات بيضاء وبده توقيع عليها، ثم أنا صنعت نوع من المعجنات وأعطيته يتذوق، ثم شاهدت محمد حسان في قاعة ويلقي محاضرة. مجموعة من الرجال تدخل القاعة لابسين الزي السعودي، شماع وعقال وعباية وقميص. تفسير الحلم: يدل المنام على الزواج من رجل حسن الخلقة والخلق وذو سمعة طيبة، كما يدل المنام على الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام. ومعانا حلم من فاطمة عزباء. حلمت إن شخص يلبس البياض، قميص وشماع أبيض، ويرقيني وأنا آخد لعبة على شكل كاميرا التي يشتريها الحجاج من مكة لأطفالهم، ونرى فيها صورة الكعبة، لكن أنا عندما نظرت من عدسة الكاميرا شاهدت صورة شعلة صغيرة وصورة صغيرة لأنثى الأسد. تفسير الحلم: يدل المنام على وجود سحر وعين وسوف تتخلصين منها بالرقية الشرعية والله أعلم. ومعانا حلم من سعاد عزباء. حلمت إن أنا أستعد للذهاب للحج أنا وأمي المتوفية وأبي المتوفي وأخي عمر ومراد، وكنت مستغربة كيف نذهب دون أن نشارك في قرعة الحج، وكنت سعيدة إن جواز سفري جاهز. تفسير الحلم: أعتذر عن تفسير هذا المنام لأن التفسير غير جيد، ولكن عليك بكثرة الدعاء والله أعلم، وأسيبكم على خير وابعتولي أحلامكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.